السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في أولى لقاءات قناة خواطر دكتور وائل. هتكلم معاكم النهاردة في أول موضوع من الموضوعات اللي وعدت حضراتكم بيها لبناء الإنسان ومن أجل إنسان أفضل، وهو الهدف. إزاي يبقى عند حضرتك هدف في حياتك؟ إزاي إن أنت تسعى لتحقيق هذا الهدف؟ إزاي إن أنت تشتغل على نفسك؟ كل ده هنتكلم فيه في الحلقة النهاردة. أول حاجة إن حضرتك لازم يكون عندك هدف. هذا الهدف أنت الوحيد اللي هتحاول ان انت تحققه، انت اللي هتحدده لنفسك. نصايح هقولها لحضراتكم ان ازاي يبقى عندنا هدف في حياتنا ونسعى لتحقيق هذا الهدف. بقول ان بداية تحقيق الهدف هو من المرحلة الثانوية قبل ما بندخل مرحلة الجامعة. نحاول نحدد هدف. احنا عايزين ندخل كلية معينة، نبتدي ان احنا نذاكر، سواء هذه الكلية هي كلية عملية او كلية نظرية. بنحاول ان احنا نجتهد ان احنا نذاكر، ان احنا نكون على قد المسؤولية وعلى قد مسؤولية تحقيق هذا الهدف. ولكن شيء مهم جدا عشان تقدر تحدد هدفك لازم يكون عندك حاجتين أساسيتين. أول حاجة الرغبة، إن أنت عندك رغبة إن أنت تحقق هذا الهدف. ثانيا هي القدرة للوصول إلى هذا الهدف. ده هيتأتى إن حضرتك تسعى لهدفك، تحاول إن أنت تشتغل على نفسك كويس جدا، تحاول إن أنت تجتهد للوصول إلى هذا الهدف. وبقول لو حضرتك هدفك ده على بعد 10 خطوات ومشيت خطوة خطوتين 3 4 ولم توفق في تحقيق هدفك، انت كسبت ولا خسرت؟ بعض الناس بتقول انا خسرت ان انا ما حققتش الهدف بتاعي، البعض الاخر بيقول انا كسبت. ولكن الاجابة اللي بقول لحضرتك عليها، حضرتك كسبت لان انت سعيت في تحقيق هذا الهدف، مشيت بعض خطوات مهمة جدا. هتقعد مع نفسك في الخطوة رقم 4 أو الخطوة رقم 5 وتعيد ترتيب حساباتك من تاني، تعيد ترتيب أهدافك من تاني، وتشوف ما هي المعوقات اللي خلتك ما توصلش للهدف بتاعك، تشوف ما هي السلبيات اللي حضرتك وقعت فيها عشان تتلافى هذه المعوقات وتقدر ان انت تتغلب عليها. ثم بتكمل بعد كده، فانت على الأقل هتقف عند الخطوة رقم 4 وتعمل ستارت وتكمل تاني، تمشي الخطوة رقم 5 والخطوة رقم 6. أو إن حضرتك هتنزل على الخطوة رقم 3 وتبتدي تشوف إيه أهم السلبيات اللي حضرتك وقعت فيها علشان تقدر تتلافى ده، ثم تكمل بعد كده طريقك تاني. حياتنا ما هي إلا تجارب، حياتنا ما هي إلا بعض المعوقات اللي بتقابلنا بنحاول إن إحنا نتغلب عليها. الشطارة إن حضرتك تتغلب على هذه المعوقات، الشطارة إن أنت لا تستسلم، لا تيأس. وهيبقى فيه إن شاء الله حلقات نتكلم على عدم اليأس وعدم الاستسلام عشان نقدر نحقق اللي احنا عايزينه في حياتنا. احنا بنعيش مرة واحدة، المرة دي عايزين ان احنا نعيشها كويس، نعيشها صح، نحاول نحقق قدر المستطاع هدفنا في حياتنا وان احنا نصل اليه. صدقني على قد التعب، على قد النصر وعلى قد الراحة اللي حضرتك بتحس بيها بعد تحقيق هدفك وبعد ما توصل اليه وتسعى لتحقيق اهداف اخرى، بتحس قد ايه ان انت تعبت في حياتك. ولكن التعب ده اتى ثماره في النهاية بتحقيق هذا الهدف. طول ما حضرتك عايش، طول ما حضرتك بتحاول، طول ما حضرتك عايش، طول ما انت بتستمر في تحقيق الأهداف وتحقيق طموحك، وإن حضرتك تحقق حاجات كتير جدا وحاجات مهمة جدا انت عايزها. هدفك انت اللي هتحدده، هدفك انت اللي هتسعى إليه. حاول قدر المستطاع ان انت تبعد عن اي مؤثرات خارجية تحاول ان هي تأثر عليك بالسلب في ان انت تصل الى هدفك. طول ما انت عايش حضرتك بتقوم وتقع وتجرب وتحاول مرارا وتكرارا. هي دي الحياة. مفيش حياة بتبقى ماشية بطريقة سلسة طول العمر، بطريقة سهلة طول العمر. ولكن حضرتك بتحاول، بتجرب، بتسعى لتحقيق هذا الهدف. وفي النهاية إن شاء الله هتشعر بسعادة كبيرة جدا عندما تصل إلى هدفك. إنسان بلا هدف هو إنسان ميت، إنسان بلا هدف هو إنسان بلا حياة. الهدف ده شيء مهم جدا. ألف ب حياة هو وتحقيق هدفك، وصول إلى هدفك. إن حضرتك يبقى عندك رغبة في السعي ورغبة في القدرة. وهناك فرق كبير جدا بين التوكل والتواكل. مش بس الألف اللي موجودة في الكلمتين، ولكن التوكل إن حضرتك تعمل اللي عليك، تسعى، تحاول إن أنت تصل إلى الهدف اللي حضرتك حققته. والتواكل إن حضرتك تقول والله خلاص أنا بقى عندي هدف، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو هيخليني أصل إلى هذا الهدف. ربنا ما قالش كده. ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع على هذا الهدف، هو اللي بيحقق
أهدافنا، ولكن لما نسعى لتحقيق هذا الهدف. ولكن التواكل إن حضرتك تحدد هدفك ولكن لا تسعى إليه، ما تشتغلش على نفسك، ففي النهاية أنت لن تصل إلى شيء. هتحدد هدفك، هتسعى إليه، هتستمر في وجود هذا الهدف ومحاولة تحقيق هذا الهدف، هتلاقي لحياتك معنى، هتلاقي لحياتك بقى ليها طعم مختلف، إن أنت عايش علشان تحقق هدف معين. أكيد ده شيء كويس جدا، مش بس إن حضرتك يكون في ليك هدف في حياتك، ولكن الأهم إن أنت تنشر هذا الهدف السامي والهدف المحترم والهدف الكويس ما بين أصدقائك، ما بين أهلك، ويكون الآخرين أيضا عندهم أهداف في حياتهم. كل واحد فينا عنده هدف يسعى لتحقيق هذا الهدف. إن شاء الله بإذن الله مع الرغبة مع القدرة سوف نصل إلى تحقيق هذا الهدف. لا يأس مع الحياة. الإنسان طول ما هو عايش يجب أن يسعى لتحقيق أهدافه. إمتى أقول إن أنا فشلت؟ في حالة الوفاة فقط لا غير. لكن طول ما أنا عايش أنا بحاول، أنا بسعى، وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمكم لتحقيق أهدافكم. كل عام وحضراتكم بخير، ونلتقي في أهداف أخرى لتحقيق إنسان أفضل ومن أجل إنسان أفضل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.